بيبدأ المسلسل مع بيلي واللي كانت بتكلم صاحبتها علشان تشتكي لها من اللي بيحصل معاها، وبتقول لها بيلي انها اضطرت تتجوز شانج علشان ترضي عيلتها، وده لانها فسخت خطوبتها مع حبيبها فونج عشان ترضي اختها. وفي اللحظة دي بيجي شانج وبيقول لها هو انت كنت بتقولي حاجة؟ فبيلي بتقول له لا يا كبير كنت بسلم عليك. وبعدها الاتنين بيقعدوا يتكلموا سوا. بيلي بتقول له انها عارفة انه مش طايقها وعاوز يتطلق منها، لكن بتطلب منه شوية وقت علشان حتى منظرهم قدام الناس. فشانج بيستغرب من كلامها وبيسألها جابت الكلام ده منين، فبتحكي له عشان هو امبارح ما نامش في اوضتهم على الرغم ان ده كان اول يوم ليهم سوا. فبيفتكر شانج وقت اللي رجع امبارح متأخر ولقاها نايمة وواخدة نص السرير، فمرضيش يصحيها علشان ما يزعجهاش. لا راجل كله ذوق والله. فبتفهم بيلي وجهة نظره وبتعتذر منه. بعدها الاتنين بيدخلوا يناموا سوا وبيتفقوا مع بعض انهم لازم بكره يروحوا عند اهل بيلي العزومه اللي امها عاملاها. وتاني يوم الاتنين بيجهزوا وبيروحوا عند اهل بيلي، وشانج بيدي لبيلي خاتم بمناسبه جوازهم، فبيلي بتشكره. ولما بيلي بتيجي تدخل البيت بتفتكر وقت ما اتفقوا يجوزها شانج لان اختها عاوزه تتجوز فونج لانها بتحبه من زمان. وبتدخل بعدها وامها بترحب بيها جدا ويقعدوا سوا، وما شاء الله بتلاقي بيلي ان اختها مش طايقاها وقاعده في القعده الطاهره دي بالعافيه. بعد شويه بيلاقوا شانج جه وبيلاحظ ان بيلي سقعانه فبيديها الشال بتاعه، وبتفرح بيلي لان دي اول مره حد يهتم بيها. وبيقعدوا كلهم سوا وبيتكلموا. وبنعرف ان بيلي اتربت بعيد عن اهلها من صغرها لان عيلتها ما كانتش فاضيه تربيها، فبعتتها لاهل سونا اللي هي اختها برضه بس اختها بالتبني. يعني اهلها ما كانوش فاضيين يربوا بنتهم وراحوا يربوا بنت الناس. عجيبها الزمن والله. وبتعتذر ام بيلي منها علشان سابتها كل السنين دي، فبيلي بتقول لها عادي ولا يهمك. فلما بيحسوا ان القعده هتقلب دراما بيقرروا يغيروا الموضوع وبيقوموا علشان ياكلوا. وبعد الاكل كلهم بيروحوا، وفونج بيطلب من شانج انه يخلي باله من بيلي الفتره دي علشان عندها حساسيه بسبب تغير الفصول. فبيقول له شانج كتر خيرك وفونج بيمشي. وبتيجي بيلي وبتسال شانج على الكلام اللي قاله فونج، فبيقول لها ما تشغليش بالك ده تعبان في دماغه. بعد كده الاتنين بيروحوا البيت وتاني يوم بيروحوا النادي علشان يجروا سوا. وبتلاحظ بيلي ان شانج مش لابس دبلة جواز ولا اي حاجه، فلما بتساله بيقول لها انه مش بيحب يلبسهم، فبتقول له ماشي. ولما بتروح بتكون متضايقه منه وبتقلع الدبله بتاعتها وبتعينها. وبيروحوا بعد كده على بيت اهل بيلي اللي اتربت عندهم. وبتفتكر بيلي انها عاشت ايام ما يعلم بها الا ربنا في البيت ده لحد ما جالها تروما، بس عشان بنتنا برضه سترونج جيرل بتقوي قلبها وبتتعامل عادي. وبتدخل تقعد معاهم على الغدا وبتستحملهم بالعافيه. وهم على الاكل بيلاحظ شانج ان ايدها ما فيهاش خاتم، فبيسالها عن الخاتم فبتقول له معلش اصل مش بحب البس الخواتم دي. فبيفتكر شانج وقت اللي قال لها نفس الكلمتين دول في النادي وبيتضايق من نفسه. وبعد ما القعده بتخلص بيلي بتروح مع شانج، وتاني يوم بتكون في الشغل بتخلص شويه اوراق، فبتلاقي شانج بيبعت لها رساله وبيتصل عليها وبيطلب منها تهتم بيه زي اي اتنين متجوزين عشان يتعرفوا على بعض اكتر. فبيلي بتكون مستغربه من كلامه لان في حد علمها معروف عن شانج انه شخص قديم ومالوش في الحب والكلام الفاضي ده، بس بتقول له ماشي. وبتلاقي امها بتتصل عليها وبتشكرها على القعده الحلوه بتاعت امبارح، فبيلي بتقول لها ولا يهمك وان شاء الله مش هتتكرر تاني. وبعد كده بتروح بيلي على البيت عشان ترتاح وتاكل. وبتلاقي امها الحقيقيه بتتصل عليها وبتطلب منها تروح تتغدى معاها، وبتعرفها ان هي عامله سمك عشان بيلي بتحب السمك. فبيلي بتقول لها ماشي وبتقفل معاها وبتبلغ المربيه بتاعتها انها هتاكل سمك عند امها. فالمربيه بتستغرب عشان بيلي عندها حساسيه من السمك، ولكن بيلي بتقول لها ان دي اول مره امها تعزمها فيها وما ينفعش ترفضها. وبيلي بتروح فعلا لامها وبتتفاجئ ان اختها سونا هناك. وطبعا سونا بتعمل نفسها الاخت البريئه المظلومه اللي الدنيا جايه عليها، وبتهتم بيلي انها عاوزه تبوظ جوازها، وده لان جوز سونا كان الاكس بتاع بيلي. فبيلي بتقول لها ان موضوعها هي وجوزها مش فارق معاها ولا ليها علاقه بيه. وام بيلي بتكون واقفه في النص مش عارفه تراضي مين فيهم ومحتاره. وبيلي لما بتزهق من الكلام بتقول لهم انها لازم تمشي عشان شانج مستنيها. فامها بتحاول توقفها عشان تتكلم معاها وكمان تقعد تاكل، بس بيلي بتقول لها ان هي من الاساس عندها حساسيه من السمك ولكن جت عشان ما تزعلش وبتسيبها وبتمشي. وامها بتكون متضايقه من نفسها عشان حتى ما تعرفش ابسط الامور عن بنتها. واخو سونا بيجي وبيدافع عنها وبيقول لامه ان بيلي هي راس الحياه اللي عاوزه تخرب على اخته. فامه بتتضايق وبتضربه بالقلم، فسونا بتعيط كده زي دموع التماسيح وبتمشي. وبعد كده بتروح بيلي على البيت وبتتفاجئ ان امها بالتبني عندها في البيت، فبتقول ايوه هي الليله كده كملت وبتروح تقعد معاها. وبتعرف منها انها جايه عشان خاطر موضوع سونا وفونج. فبيلي بتقول لها ان الموضوع ده ملهاش علاقه بيه وبتتكلم معاها ببرود. فامها بتتضايق وبتمشي. وتاني يوم بيلي بتكون راجعه من الشغل بعد ما خلصت قضيه كانت مغلباها من فتره، وبترجع البيت وبتلاقي شانج مستنيها وبيسالها
وبيسألها عن شغلها وبيطمن عليها زي أي زوج أصيل، وبيقعدوا بعدها ياكلوا سوا وبيتكلموا عن اهتماماتهم والحاجات اللي بيحبوها. وبيقترح شانج عليها انهم يتغدوا يوم الاربع بعد الشغل سوا، فبيلي بتوافق. وتاني يوم بتكون بيلي في المطعم مع صاحبتها قاعدين بيتكلموا سوا، وبيلاقوا سونا جاية علشان تقابل بيلي، فصاحبة بيلي بتستأذن وبتمشي، وبتقعد سونا مع بيلي وبتتكلم معاها وبتقولها ان هي جايه عشان عاوزه تاخد شقه جنبها في التجمع بتاعها. فبيلي بتسالها وايه علاقته بالموضوع، فبتعرفها سونا ان عاوزاها تخلص الورق. فبتفهم بيلي ان سونا في حاجه في نيتها بس مخبيه عليها، وبتعتذر بيلي منها وبتقولها ان هي مش هتعرف تشتغل لها في الموضوع ده، وبتطلب منها تمشي عشان عندها شغل. فسونا بتمشي من المكان وهي متضايقه، وبتيجي صاحبة بيلي وبتتكلم معاها وبتسألها ايه اللي حصل. فبتقولها ان سونا ناوية على حاجة خبيثة زيها. وبتروح بيلي البيت وبتلاقي امها بتتصل عليها وبتبدأ تعتذر منها عشان ما كانتش تعرف بموضوع حساسية السمك، وبتقولها انها عارفة ان هي غلطانة في انها تخلت عنها زمان، لكن هي عملت كده علشان مصلحتها وكمان عشان تقوي رابط العلاقة بين العيلتين. فبيلي بتقولها ولا يهمك، الموضوع ما بقاش فارق زي الاول، وبتقفل الخط في وشها. وتاني يوم بتكون بيلي رايحة الشغل، فبيتصل عليها شانج وبيفكرها ان النهارده الاربع، وبيفكرها ان ده ميعاد السهرة بتاعتهم. فبيلي بتفتكر وعدهم وبتقوله انها هتقابله بعد الشغل. وبتدخل بيلي الشغل وبتلاقي واحدة من صحابها في الشغل، وطبعا عارفين الصحاب اللي بصرم بيكونوا عاملين ازاي. وبتتكلم صاحبتها معاها وبتقولها ان هي سمعت انها اتجوزت وبتبارك لها بس من تحت الضرس كده، وبتحاول ترخم عليها في الكلام. بس شانج بيجي وبيتدخل وبياخد بيلي وبيحرك صاحبتها، وبيمشوا هما الاتنين وبيروحوا المطعم سوا. وبيقدم شانج هدية لبيلي، وبتكون عبارة عن اسورة الماس، يعني حاجة كده اخر حلاوة. فبتشكره بيلي على الهدية، وبيلي بتسأله ليه بقى يلبس خاتم، فبيقول لها انه ما كانش بيحب يلبس الحاجات دي علشان مش متعود عليها، لكن عشان هي زعلت اضطر ان يلبسه لان زعلها غالي عليه. فبيلي بتتأثر بالكلام اللي بيقوله. ولما بيخلصوا اكل بيمشوا بعدها سوا، وبيلي بتقابل حد من منافسيها في الشغل وبيحاول يضايقها بالكلام علشان يحرجها، بس هي بتفكره باخر قضيه خسرته فيها فبيتكسف. وبتعرفوا بيلي على جوزها بعدها، بتاخد شانج وبتمشي. وهم في العربيه بيبداوا يتكلموا سوا، وبتفتح بيلي قلبها لشانج وبتقول له ان زمان عيلتها وعيله سونا قرروا انهم يبدلوا ولادهم مع بعض عشان يقووا الرابطه ما بينهم، لكن التبديل ده جه على دماغها في الاخر عشان هي ما حستش ولا مره ان عيله سونا اهلها الحقيقيين، عشان كانوا بيعاملوها معامله خدم. لكن عشان كانت قويه قررت انها ما تستسلمش، وبدات تدرس لحد ما قدرت تتخرج من كليه القانون واشتغلت محاميه ووقفت على رجليها. فشانج لما بيسمع كلامها ده بيتاثر جدا وبيدعمها، وبيعرفها انه هيكون جنبها، فبتقول له ماشي. بعد كده بتنام على كتفه في العربيه. وتاني يوم بيجي اتصال لبيلي من امها عشان تعزمها على الغدا هي وشانج. فبيلي بتوافق وبتقول لها ان هي وشانج هيجوا بالليل، وبتروح بيلي لشانج الشركه، وهناك بتقابل واحده شغاله معاه. وقبل ما تعرف ان بيلي مراته بتبدا تتباهى بعلاقتها بشانج، وانها بتكون المساعده بتاعته ومرتبها كبير جدا، لدرجه ان في مره جالها هديه الماس غاليه جدا وكانت عباره عن عقد. فبيلي بتشوف العقد وبتلاقيه شبه الاسوره اللي شانج جايبها ليها. فبيلي في اللحظه دي بتعرفها بنفسها وبتقول لها انها بتكون مرات شانج. فالموظفه وشها بيقلب الوان وبتمشي، ومساعد شانج بياخد بيلي عشان يوديها المكتب شانج، وبيحاول انه يصلح الامور وبيتكلم معاها، وبيقول لها ان شانج وقت اللي جاب الهديه ما جابش حاجه غير الاسوره اللي اداها لها بس. وبيقول لها كمان ان شانج ما يعرفش اي بنات غيرها في حياته ولا حتى عمره ارتبط. وعشان بيلي كانت متضايقه وغيرانه مش بتصدق كلامه، وبيجي شانج وبياخد بيلي وبيمشي. وهم في العربيه بيبان على بيلي الغيره، وبتساله لو جاب الاسوره دي مع اي حاجه كده ولا كده. فبيفهم شانج هي تقصد ايه، وبيقول لها انه جاب الاسوره دي بس وما جابش اي حاجه تانية. وبيعرفها ان هي لو متضايقه من حاجه تقدر تتكلم معاه بطريقه مباشره افضل. فبتقول له على اللي حصل معاها وموضوع العقد، فبيقول لها انه ما جابش لحد حاجه فبتصدقه. وبيوصلوا بعدها على بيت اهل بيلي، وامها وابوها بيستقبلوها بطريقه حلوه، وامها بتديها شال، وبيدخلوا كلهم جوه عشان يقعدوا سوا. وبتلاقي بيلي ان امها بتتكلم معاها بطريقه حلوه مليانه حنان، وبتفتكر بيلي وقت اللي كانت بتتضرب وتتهان في بيت عيله سونا، وجسمها بيترعش لما بتفتكر كده. وشانج بيلاحظ ده وبيمسك ايديها عشان تهدى، وبيحاول يهديها وبيطمنها. وبعد شويه العزومه دي بتخلص، وبيرجع شانج مع بيلي على البيت. وهم في الطريق بتحكي له بيلي على تعبها في عيلة سونا، وانها مش بقت تقدر تسيطر على نفسها من التوتر،
فشانج بيحس بيها وبيواسيها. تاني يوم بتروح بيلي القسم عشان جالها اتصال من اخو شانج الصغير عامل مشاكل مع حد وضاربين بعض، وبتقدر انها تفكه من القضيه اللي كان محطوط فيها. وبالصدفه بيطلع ان اللي اتخانق معاه ده هو نفس اخو سونا اللي مش بيطيقها اصلا. فبيلي بتطلع اخو شانج من السجن وبتسيب اخو سونا عشان بصراحه الواد ده لمض. وبالصدفه بتيجي سونا وتاخد اخوها من السجن وبتشوف بيلي فبتتخانق مع اخوها. وبعد كده بيلي بتكون عاوزه تعرف شانج باللي حصل، فبتروح له هي واخوها. وطبعا لما شانج بيعرف اللي حصل بيكون متضايق جدا وبيزعق لاخوه بيعاقبه. وبيلي بتكون شايفه انه كده قاسي عليه وبتحاول تتكلم مع شانج عشان يكون حنين على اخوه شويه بدل ما هو بيخاف منه قوي كده. فشانج بيحاول انه يتكلم مع اخوه بهدوء. وفي الوقت ده سونا بتقابل فونج واللي بيكون متضايق من تصرفات اخوها المزعجه، وده لانه متدلع ومش شايف غير نفسه بس. وبعد كده بيلي بتروح العيله بعد ما امها اتصلت عليها عشان المشكله اللي حصلت في القسم. واول ما بتدخل الخناقه بتدخل واخو سونا بيتهمها ان هي واحده تانية ومش شايفه حد غير شانج واخوه بس. وبتتكلم بيلي وبتقول انه هو اللي غلطان. ففي اللحظه دي اخو سونا بيتضايق جدا وكان هيضرب بيلي، ولكن لحسن الحظ بيجي شانج في اللحظه دي وبينقذها. وبيبقى متضايق من اللي حصل لمراته وبيتخانق مع اخوها. وبيلي بتخليه يهدى وبتاخده وبتمشي. وبيتكلموا سوا وبيقعد شانج يعاكس فيها في الشارع وبيديها ورد وبيقول لها ان هي احلى منه. فبيلي وشها بيطلع قلوب وبتقرر ان هي كمان تديله هديه. وبتكون الهديه عباره عن دبوس بدله بيتحط في الايد. وبتقول له ان ده احلى من الاسوره، على الاقل محدش معاه زيه وبيهزروا مع بعض. بعد كده بيروحوا البيت وبيعتذر منها شانج عشان زعق لها النهارده. فبتفكر وقت اللي زعق في المكتب عشان اللي حصل لاخوه. فبتقول له ولا يهمك، انا عارفه ان دماغك تعبانه وبيتصالحوا سوا. وتاني يوم بتكون بيلي في الشغل وشانج بيبعت لها رساله عشان يخرجوا مع بعض بعد الشغل ويتغدوا سوا. فبيلي بتقول له انها مش هتعرف تخرج معاه عشان عندها شغل كتير. وطبعا شانج زيه زي اي زوج جنتلمان بيقرر انه يفرح مراته وبيروح لها مخصوص الشغل وبيجيب اكل ليها هي وكل اللي معاها في الشغل. فبتفرح وبتاخده معاه المكتب وبيلاقيه مكركب فبيروقه وبيظبط كل حاجه مكانها. وبيقعدوا يتكلموا سوا وبيقول لها انه عاوز ياخدها ويروحوا يشتروا خاتم ليها بدل خاتم جوازهم اللي ما كانش عاجبها. فبتوافق وفي نفس اليوم بتلبس الحته اللي على الحبل وبيروحوا عشان يشتروا الخاتم. وتقريبا كده الدنيا طلعت صغيره قوي لدرجه ان اختها فونج جايين يشتروا هم كمان خواتم من نفس المكان. وطبعا لما اخت بيلي بتشوفها بتتضايق وبتفكر انها جت هنا قصد عشان تضايقها وبتتخانق مع فونج وبتمشي. وبيلي بتعمل نفسها من بنها عشان عارفه ان اختها بصرم وبتغير منها وبتختار هي شانج الخاتم في روقان. وبيروحوا الاتنين بعدها يصطادوا سوا. واصحاب شانج لما بيشوفهم بيقعدوا يحفلوا عليه عشان كان بيقول انه مستحيل يتجوز عشان هو مالوش في زن الستات، وبيمدحوا في مراته علشان قدرت توقعه. وبيقعدوا يضحكوا وبيلي وشانج بيروحوا يصطادوا سوا وبيعملوا نفسهم في فيلم امير البحار. وبيروحوا البيت سوا وبيقعدوا يتكلموا عن اللي حصل في اليوم وبيهزروا سوا. وتاني يوم بتروح بيلي الشغل وبتلاقي اتصال من ام سونا بتطلب تقابلها. فبيلي بتروح تقابلها وبتتكلم معاها بطريقه وحشه وبتقول لها ان هي جابت اخرها منها ومن بنتها. ولما ام سونا بتحاول تستعطفها وبتقول لها ان هي اللي ربتها فبتفكرها بيلي اللي عملته معاها زمان وبتسيبها وبتمشي. وفي الوقت ده بتكون سونا عند ام بيلي بتعيط لها كالعاده من عمايل بيلي وانها ظلمها وخلاص هتتطلق. وبتطلب من امها انها تشوف حل حتى لو هتضطر انها تعتذر لبيلي وتطلب منها تبعد عن حياتهم علشان ترتاح. وام بيلي بتكون رقيقه جدا لدرجه انها بتصدق الكلام ده وبتروح تقابل بيلي هي وسونا. وبتتكلم سونا مع بيلي وبتترجاها انها تبعد عن حياتها هي وفونج عشان يعيشوا بسلام. فبيلي بتقول لها ان حياتها هي وفونج مش فارقه معاها وبتقول لها لو في ايدها ما تشوفهاش طول العمر. فسونا بتتحرج من الكلام وبتمشي. وبتقعد ام بيلي تتكلم معاها وبتقول لها ان هي كانت غلطانه وقت اللي خلت ناس تانية تربيها وبتوعدها انها هتعوضها عن اللي فات. وبعد كده بتكون بيلي في الشغل وبتلاقي رساله من صديقها القديم في المدرسه. فبتستغرب بيلي علشان عدى وقت كتير عن اخر مره شافته فيها وبتفتكر وقت اللي كانوا صحاب في المدرسه سوا. وبتروح بيلي تقابله وبيقفوا يتكلموا سوا. سونا بتشوفهم بالصدفه فبتصورهم عشان تعمل لبيلي فضيحه. وبتتصل سونا على شانج وبتقول له الحق مراتك بتخونك مع حبيبها القديم. وبتطلب من شانج انها تقابله عشان تشرح له. وفعلا شانج بيروح يقابلها وبيلاقيها مستنياه وبتقول له انها شافت بيلي مع حبيبها القديم من ايام المدرسه داخلين المطعم سوا. وشانج بيكون مش مصدقها وحاسس ان في حاجه غلط وبيدخل معاها المكان اللي بيلي وصاحبها فيه. بيلاقوهم قاعدين في اجتماع تبع شغل ومعاهم ناس تانية. وسونا بتتصدم لما بتشوفهم عشان هي اللي بتتفضح مش بيلي لان الكل بيفكرها جايه المكان مع شانج. فسونا بتتكسف من اللي حصل وبتمشي. وشانج بيدخل يقعد معاهم وصاحب بيلي بيكون غيران منه وبيمسك شانج ايد بيلي وبيقرب
يقرب منها قصد عشان يوصل رسالة لصاحبها انها مراته وما يحاولش يقرب منها. وبعد ما القعدة الحلوة دي بتخلص بيحاول صديق بيلي انه يتكلم معاها، بس شانج بيقاطعه وبيقول له انهم لازم يمشوا عشان عندهم مشوار. والاتنين بيمشوا وشانج وبيلي بيتكلموا سوا، وبيلي بتعتذر لشانج عشان مش قالت له على موضوع صديقها ده من الاول. ولكن شانج بيطلع راجل متفهم وبيقول لها انه بيثق فيها، وبيقول لها انه عرف ان الشخص اللي كان معاها ده صديق طفولتها وكان معاه في المدرسه. وصحيح هو في الاول كان زعلان شويه، بس دلوقتي عادي عشان هي صالحته، وبعدها بيتصالحوا وبيبقوا زي السمن على العسل. وتاني يوم بيروح شانج البيت سونا وبيطلب يتكلم مع جوزها. وسونا اول ما بتعرف ان شانج عندهم في البيت بتتوتر وتقريبا كانت هتقطع الخلف، وبتحاول انها تترجى شانج عشان ما يقولش لفونج حاجه، بس شانج بيرفض. وبيروح شانج يتكلم مع فونج وبيقول له على اللي سونا عملته، وانها كانت بتحاول تبوظ سمعة مراته، بس من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وسونا هي اللي سمعتها اتدمرت. وبيحذر شانج فونج ان سونا تقرب من مراته تاني، وبعد ما بيخلص كلامه بيقول لهم استأذن انا بقى، وبيسيبهم وبيمشي. وسونا بتكون مش عارفة تتصرف ازاي، وبتحاول تتكلم مع فونج وتشرح له هي كدبة من بتوعها، بس فونج مش بيكون طايق منها كلام، وبيقول لها انه اداها فرص كتير بس هي ما تستاهلش ولا واحدة فيهم، وبيطلب منها الطلاق وبيمشي وبيسيبها وبيمشي. وفي الناحية التانية بنروح لشانج وبنشوفه وهو قاعد مع أخو سونا، وبيقول له انه عارف انه مش بيحب بيلي وعاوز يخليها تمشي من العيله، وبيقول له ان كده كده هي هتمشي ومش هتقعد معاهم تاني، لكن بيحذره انه لو جه ناحيتها هو مش هيسيبه في حاله. فاخو سونا بيتوتر وبيقول له ماشي. وفي الوقت ده كانت بيلي قاعده في البار بتشرب شويه شويبس، مش هنقول حاجه تانية علشان الرقابه، وبيحاول الجرسون اللي بيقدم لها المشروب يعطف ويلطف معاها، بس هي بتصد وبتقول له انها متجوزه وبتوري له الدبله، فالجرسون بيتكسف وبيسكت. بعد كده بيلي بتمشي وبتروح تقابل شانج عشان يروحوا سوا، وبالصدفة بيقابلوا صديق بيلي، فشانج بيحس بالغيرة وبيتكلم معاه بأسلوب وحش، وبيمشي هو وبيلي بسرعة. وبيلي بتكون عارفة إن شانج غيران فبتحاول تصالحه، وبتقوله إن هي مش بتفكر في صديقها ده وإنه كان ماضي وخلاص، فشانج بيصدقها وبيهدى شوية. بعد كده بيروحوا يسهروا سوا في البار اللي بيلي كانت بتشرب فيه الشويبس، وهو بيلاقوا نفس الجرسون اللي كان بيعاكس بيلي، وبيسأل بيلي لو اللي معاها ده ابوها، وكان قاصد يقول كده عشان يحرج شانج، بس بيلي بتقوله انه بيكون جوزها اللي بتحبه ومش عاوزه حد غيره. فالجرسون بيتكسف وبيشوف شغله وهو ساكت، وعشان بيلي تضايق الجرسون اكتر بتطلب من شانج انه يلبسها الحلق اللي جايبه ليها هديه، فشانج بيلبسها الحلق وبيفرح باللي هي عملته. بعد كده الاتنين بيروحوا البيت، وبيلي بتكلم حماتها وبتسألها عن الحاجات اللي شانج بيحبها فبتقول لها عليها. وتاني يوم بتكون ام بيلي قاعده في تجمع مع اصحابها، وكانوا زي ستات قاعدين يلتوا ويعجنوا في خلق الله، فبتيجي سيره ام سونا بالغلط، وطبعا عشان ما حدش يعرف ان ام سونا هي اللي ربت بيلي ومفكرين ان بيلي بنتها الحقيقيه، بيتكلموا براحتهم، وبيقولوا ان ام بيلي كانت قاسيه معاها جدا وبتعاملها ولا معامله الخدم، وكانت بتضربها وتحبسها بالايام من غير اكل، وحتى كانت عاوزه تحدفها من البلكونه في مره. وده كله بسبب ان ام سونا كانت بتلعب قمار والدنيا خربانه معاها على الاخر. وبيقولوا ان البنت دي مسكينه ويا ريتها كانت من غير اهل على انها يكون ليها اهل زي دول. ولما ام بيلي بتسمع الكلام ده بتتصدم ومش بتقدر تستحمل وبتقوم تمشي، وبتروح تحكي لجوزها اللي حصل وهي منهاره. في اللحظه دي بيجي اخو سونا عشان يشتم في بيلي كالعاده، بس المره دي امه مش بتسمح له وبتضربه بالقلم وبتطرده من البيت. اما شانج فكان بيتكلم مع امه وبيقول لها انه عاوز يعمل لبيلي مفاجاه زي اتنين متجوزين، فبتقول له انه بدل ما يعمل مفاجآت يهتم بمراته شويه بدل ما هي بتحضر تكريم المدرب بتاعها من غير ما تعرفه. فشانج بيحس بالغرا وبيتصل على بيلي وبيسالها عن مكانها، فبتقول له انها في حفل تكريم المدرب بتاعها، فبيقول لها ماشي. وبيلي بتحس انه غيران وفهم غلط، فبتاخده على مطعم رومانسي وبتقول له ان المدرب بتاعها بيكون بنت. فشانج بيحس باحراج بس بيحمد ربنا انه ما طلعش شاب، وبيلي بتساله لو نسي حاجه كده او كده، فشانج بيقول لها، فبيلي بتقول له ان النهارده عيد الحب وبتدي له هديه. فشانج بيتضايق عشان نسي يوم زي ده وبيعتذر منها، فبتقول له ولا يهمك، وبيقضوا السهره سوا. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا سوا، بس شانج بيكون حاسس بالذنب فبيقرر انه يعوضها، وبيروح شانج البيت وبيعمل سهره رومانسيه، وبيفاجئ بيلي وبيقدم لها هديه وبيعمل لها الاكل اللي بتحبه. وبيلي بتكون مبسوطه باللي شانج عمله، وبتحس ان علاقتهم اتحسنت وبقت زي اتنين متجوزين. بس عشان الدنيا ما ينفعش تمشي بهدوء كده، سونا بتتصل بيها وبتطلب تقابلها، وبتديها الفيزا بتاعتها وبتقول لها ان هي اسفه عن كل
كل حاجة عملتها معاها وبتسيبها وبتمشي. وبتروح سونا البيت فبتلاقي اخوها الكبير مستنيها وبيزعق لها هي وابوها وامها على كل اللي عملوها في بيلي طول فترة غيابه، وبيعرفهم انه كتب كل فلوسه باسم بيلي وبيحذرهم يجوا ناحيتها تاني، فبيخافوا منه وبيقولوا له ماشي. وبعد كده بتروح بيلي عشان تقابله، ولما بتشوفه بتروح تقعد معاه وبتحكي له عن كل حاجة وحشة حصلت معاها وهو مش موجود، وبتقول له انه هو الوحيد اللي كان بيدافع عنها في الدنيا دي، ومن ساعة ما سافر ومحدش كان رحيم معاها لحد ما قابلت شانج. وبتعرفه عليه فبيستغرب انها سابت فونج مع انها كانت بتحبه جدا. فبتقول له بيلي ان فونج كان عامل زي العيال الصغير اللي مش بيعرف يشيل مسؤولية عكس شانج اللي عمره ما زعلها في حياته. فخوا بيفرح علشانها بس بيقول لها انه حاسس ان هي وشانج مش لايقين على بعض، فبتقول له انه شخص كويس وبتقترح عليه يعزمه بكره ويقعد يتكلم معاه. فخوا بيوافق، وبعد كده بيلي وشانج بيمشوا سوا، وشانج بيكون خايف من مقابلة اخوها بس هي بتدعمه وبتطمنه. وتاني يوم بيروح شانج يقابل اخو بيلي وبيقعد يتكلم معاه، وبيلاحظ اخو بيلي ان شانج فعلا شخص كويس وهيسعد اخته. وبيقعد اخو بيلي يحكي لشانج عن ذكريات بيلي وقد ايه هي عانت في بيت عيلته، وعلى الرغم انها مش اخته الحقيقيه بس هو حبها زي ما تكون اخته بجد، وبيطلب اخوها منه يخلي باله منها عشان هي عانت كتير في حياتها. فشانج بيتاثر بالكلام وبيعيط وبيوعده انه مش هيخليها تحتاج حاجه، فبيلي بتتاثر هي كمان والاتنين بيعيطوا سوا. بعد كده بيلي وشانج بيودعوا اخوها وبيخرجوا الاتنين سوا علشان يروحوا، وبيقفوا يتكلموا وشانج بيعترف بحبه ليها وبيوعدها انه هيكون معاها للابد وبيحضنوا بعض. وهنا بيخلص فيلمنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.